نرجع بقى ونقول ايه في ذكاء كولر. يعني قلنا الاول ان هو بيحط كل لاعب في مكانه، ادي واحد. اتنين، حتى النهارده في المؤتمر الصحفي قال لك كلمه في منتهى الجمال. يعني قال لك انا ما عنديش حاجه اسمها لاعب اساسي، انا اللي يديني 100% هيكون له مكان، اللي هيديني 60 70% انا مش شايفه. تصريح زي ده كل اللعيبه بتقراه، ويقصد 100% في التدريب، 100% في التدريب، ومن ثم هيديله في المباراه، ادي واحد. اتنين، لما النادي الاهلي الى حد ما، يعني بقول لك ذكاء كولر، بيرسي تاو ما بيعرفش يلعب ناحيه الشمال. بيرسي تاو مكانه اللي هو بيلعب فيه دلوقتي اللي هو وينج رايت. طب عنده لعيب عظيم اسمه حسين الشحات. حسين الشحات ده مكانه الاصلي وينج رايت، مكانه الاصلي، وكان بيأدي اداء يعني مبهر قدام محمد هاني. الاثنين كانوا عاملين دويتو جبار يعني. طيب مين ممكن يلعب ناحيه الليفت في النادي الاهلي؟ في طاهر موجود، محمد طاهر طبعا، وفي كهربا، وفي عبد القادر، وفي حسين الشحات. هنا بقى هو فكر في ايه؟ ده يوريك بقى فكر الكوتش، يعني انه المساله 1+1=2. النهارده لو جاب هو، ما هو بيرسي تاو خلاص ناحيه اليمين وحجز المكان ده، ان بيرسي تاو ما يقعدش. اذا بيرسي تاو هو بص بقى حسبها، ومعاه حسين الشحات، الاثنين ياخدوا كام من 20؟ لو بنتكلم ده من 10 وده من 10، الاثنين على بعضهم ياخدوا كام من 20؟ في رايي ياخدوا 17 17 ونص. كويس، اللي هو مين؟ بيرسي تاو وحسين الشحات. افكار كولر. طب لو جبت احمد عبد القادر، بيرسي تاو واحمد عبد القادر ياخدوا كام؟ ياخدوا 16. بيرسي تاو والشحات ياخدوا 17 ونص، بيرسي تاو واحمد عبد القادر ياخدوا 16. طب بيرسي تاو وطاهر ياخدوا 15 ونص. هو ما لعبش كهربا خالص وينج ليفت. اذا هو اخد الحتتين على بعض اللي هم ياخدوا مجموع 17 ونص. ممكن جدا جدا ان هو كان يفكر تفكير غير كده، يقول لك خلاص انا بيرسي تاو عندي اساسي يلعب ناحيه اليمين، وناحيه شمال عبد القادر بيلعب شغال، طاهر بيلعب شغال كده. لكن ده الذكاء، ان هو بياخد منتج الاثنين مع بعض، زي وسط الملعب بالظبط. وسط الملعب هو بيحسبها. لما احط مثلا اليو ديانج وحمدي فتحي ومعاهم مروان عطيه، يدوا لي الثلاثه دول كام من 30؟ طب لو شلت مروان عطيه وحطيت قفشه، الثلاثه دول يدوني كام من 30؟ طب لو شلت مروان عطيه او حمدي فتحي وحطيت عمرو السوليه، الثلاثه دول يدوني كام من 30؟ استقر على ان افضل درجه من ال30 هي دي، اللي هو اليو ديانج وحمدي فتحي وبيرسي تاو، ده سوري، مروان عطيه وحمدي فتحي. تمام. اذا ده كوتش بيفكر، مش واخدها كده والسلام، لا بيفكر، لانه التوليفه دي في الملعب هي اقوى حاجه توريك قدرات وافكار الكوتش. النهارده كمان قدم لنا حاجه مهمه جدا، انه عنده 3 ما يقلوش اي واحد فيهم عن الثاني في منطقه قلب الدفاع، والرابع بتاعهم ايضا جيد جدا، اللي هو محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ومتولي. ال3 دول اي 2 يلعبوا. يعني النهارده متولي وياسر 100 100 100، مفيش اي مشكله خالص. ما الماتش اللي فات عبد المنعم وياسر تمام التمام، اللي قبله عبد المنعم ومتولي 100%، 3. وبعدين رامي برضو ربيع لما بيكون سليم بيبقى اكتر من رائع ايضا. اذا هو برضو الحته دي قفلها، شاطر شاطر. طور من اداء محمد هاني، بقى محمد هاني دلوقتي ما شاء الله دفاعا ووسطا هجوما. ده اخر 10 دقائق مدخل محمد هاني وسط الملعب مكان مروان عطيه، هو اللي كان بيسلم ويستلم في الجزء الثاني من الشوط الثاني، دخله جوه الملعب. دي افكار. نروح لمباراه الداخليه والزمالك. الزمالك لعب بتشكيل من محمد صبحي، ثم المثلوثي وحسام عبد المجيد وحاتم سكر، نبيل دونجا ورؤى، ثم زيزو وابراهيم نضاي وشيكابالا ومصطفى شلبي، ثم سيف الدين الجزيري. الماتش ده مع كل الاحترام ومحدش يزعل يخلص بفارق 3 أهداف على الأقل للداخلية. لم يكن الزمالك بالمستوى اللي احنا
نعرفه واللي احنا حابين نشوفه عليه. نادي الزمالك فريق كبير وفريق عظيم، لكن الحقيقه المردود الفني على ارضيه الملعب ما هواش مردود نادي الزمالك على الاطلاق. يعني انا عايز اشوف الكره دي مره تانية، رجعها لي كده، رجعها لي يا احمد. شوف الهجمه من ناحيه الشمال، كام لاعب بيجروا على اللاعب اللي معاه الكره، ولا واحد فيهم. كمل ايوه، كان ماشي لغايه لما اقول لك اقف. ماشي خليه باص، خليه يخش بيه. اقف. بص يا جماعه، كام لاعب حوالين اللاعب اللي معاه الكره. طيب الراجل بقى الاحمر اللي هو نمره 20 ده، والراجل اللي ناحيتنا الاحمر الثاني ده، تقريبا الاثنين غير مراقبين. يعني ده ممكن يزقها ببطن رجله في المساحه الفاضيه، وممكن يخش بيها خطوتين ويحطها على يمينه. كمل بقى، ولا واحد من الخمسه اللي حواليه عرف يعمل حاجه. بص مشاها سهله جدا جدا جدا، وانفراد كامل وببطن رجله، لكن تألق من محمد صبحي، واهداف بالجمله بتضيع من الحقيقه فريق الداخليه امبارح بشكل غير طبيعي، وامر يعني غير يعني. الراجل ده في المؤتمر قال لك احنا خسرنا نقطتين، والحقيقه هو فعلا خسر نقطتين بهذا التعادل. شيكابالا طبعا، ودي التمريره الذكيه اللي عملها، وضربه الراس الرائعه من سيف الجزيري، تقدم بيها نادي الزمالك في الدقيقه 21. وانا بتفرج على الماتش قلت الزمالك سيصول ويجول بعد هذا الهدف، ولكن الحقيقه شاهدنا مباراه تكاد تكون من طرف الداخليه فقط لا غير، استثناء بعض الهجمات للزمالك، لكن هجمات الداخليه كانت هجمات مركزه جدا جدا جدا، ولو عندهم انهاء هجمات بالشكل الامثل الوضع كان اختلف. طبعا ضربه راس رائعه من الجزيري، طالع لفوق وحاططها وزقيقها في مكان لا يصد ولا يرد على الاطلاق، ودي مهاره الجزيري ورفعه شيكابالا المتقنه، وضربه راس رائعه من الجزيري. طبعا زقها في المكان الخالي وحطها بالعرضيه، والارتقاء من سيف الجزيري بمنتهى الجمال في الدقيقه 21. هذا التقدم كان يتيح لنادي الزمالك ان هو يعمل كيفما اراد وكيفما شاء، لانه تقدم مبكر، لكن الحقيقه لم يحدث اللي انا بتكلم عليه ده. وهجمات كلها بتاعت الزمالك كانت من بعيد لبعيد، باستثناء يعني بعض الكرات القليله من داخل المنطقه. لكن لما هنتفرج يا رب يكون الهايلايتس جايه كامله، يعني عشان انا شفت امبارح 6-7 هجمات للداخليه مكانهم الشبكه. طبعا ده له اسباب اكيد. النهارده طبعا اوزاريو بيلعب بحاتم سكر وحسام عبد المجيد وحمزه المسلوسي، دول بيلعبوا تحت. بص الكره دي، كل دي اهداف، كل دي كور اهداف محقق. يعني حتى لعيبه الداخليه مندهشين الحاجات دي ازاي ما دخلتش، لانه فعلا يعني كور غريبه وما فيش اي تسلل ولا حاجه، وسايبينه خالص سهله 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 سهله. لكن زي ما بقول لحضراتكم لعب بالثلاثه دول، وبعدين منزل بقى شيكابالا لاعب وسط، وابراهيم نضاي لاعب وسط، وزيزو، او ده اللي احنا شفناه. وادي هجمه ثانيه ومكانها الشبكه، لولا تألق وخرجها من قلب المرمى حسام عبد المنعم، وتألق قبل منه طبعا محمد صبحي. دي كلها يا جماعه اهداف اللي احنا بنشوفه ده. حسام عبد المجيد انا اسف، كل دي اهداف. يعني بص ده مكانها الشبكه، وتألق طبعا من حسام عبد المجيد طلعها من على خط المرمى. طبعا دي كلها كرات يعني صعب جدا هذا الحجم من الهجمات في مباراة واحدة يتعرض لها دفاع نادي الزمالك. لغاية دلوقتي أوساريو في رأيي لم يقدم أوراق اعتماده. هو مدرب عنده سفيه، ما نقدرش نقول تلت التلاتة في دي، لكن القصة كلها انه هو ربما عايز يطبق افكار بس ما تناسبش اللعيبه اللي معاك. ما هو الموضوع مش كتالوج، الموضوع حسب القماشه اللي معايا بفصل. عندي حته قماشه حرير ليها تفصيله، عندي حته قماشه قطن مصري حلو ليها تفصيله، عندي حته قماشه كتان ليها تفصيله.
مش كل قماشه يمشي عليها نفس التفصيله. هو راجل زي ما انا قلت مدرب عنده سي قوي جدا، لكن هو مصر على طريقه لعب انا شايف ان هي لا تناسب ابدا لعيبه الزمالك، لا تناسبها. على اتفضل 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 اتفضل، انفراد كامل ده رشيد، انفراد كامل. شوفوا حضراتكم في الهايلايتس، شفتوا كام هجمه مؤكده لنادي الداخليه في مقابل يعني هجمات قليله جدا للزمالك، تكاد تكون نادره، تكاد تكون نادره. فالقصه مش ان انت كان ليك ضربه جزاء او ان انت ضيعت ضربه جزاء، القصه في العرض نفسه اللي انت قدمته وخلق الفرص دي. يمكن فرصه الى حد ما واطاح بها طبعا ابراهيم نضاي، فرصه الى حد ما من ناحيه الشمال، لكن كمان مجريات اللعب احنا طبعا جايب لكم الهجمات بس، لكن حتى مجريات اللعب انت تشوف انه الداخليه كان مسيطر تماما، مسيطر تمام. يعني كان انتشاره في الملعب وتواجد لاعبيه في المناطق الصعبه، طبعا دي اتحسب التسلل. البعض تحدث هنا او هنا او هنا، لكن في النهايه اتحسب التسلل. وانا هنا مش هقف عند الكره دي ابدا، لكن انا هقف عند الاداء بشكل عام، عند الانتشار، عند القدره على خلق الفرص، عند الاستحواذ. طبعا الراجل ده لازم يتقعد معاه من جانب المساعدين المصريين اللي معاه ناس نجوم كلهم، ويتكلموا معاه. ادي الخط اللي حصل واتعمل، والخبراء اللي حللوا قالوا ان هي تسلل يعني. في كل الاحوال زي ما بقول لحضراتكم، المفروض هنا طبعا ضربة الجزاء لم يتردد البنا. وبرده زيزو انا مش عايز اقسو عليه، لانه زيزو لعيب كبير مفيش كلام يعني، وكان افضل لاعب الموسم اللي فات وهداف الدوري وكل الكلام ده. بتكلم على مجريات اللعب. زيزو شاعر ان هو عايز يعمل حاجات كتير لان ده مستواه، لكن احيانا لما تبقى الكوره مش مطوعاك يا زيزو، سهل على نفسك لغايه لما الدنيا تمشي معاك بمستواك. اولا هو بيلعبه في غير مكانه، طبعا هنا الكوره قويه جدا، ما عندوش حظ يعني، دي سنتي 2 سنتي تبقى جون، مش كلام يعني. هو طبعا زيزو مكانه الوحيد بدون فلسفه على الخط ناحيه اليمين بس. واحد يقول لي ما كان فيريرا بيلعبه في الشمال، انا بقول لكم وجهه النظر الشخصيه. زيزو تألقه وابداعاته كلها في منطقه الخط اليمين. في الخط اليمين بيعمل اللي هو عايزه في اتخن باك، وبيقطم لجوه وبيرفع وبيعمل وبيساوي وحاجات وروايات. وادي ضربه الجزاء طبعا اللي ملهاش اي لازمه على الاطلاق، وعرقله في منتهى السذاجه الحقيقه، وانذار لحسام ولا لعواد، لا صبحي، انا اسف، لصبحي. عرقله ملهاش لازمه يا صبحي، ملهاش لازمه، لان الراجل كان متابع ورا منه يعني خروج والى اخره يعني. ما علينا، لانه صبحي برضو حارس كويس حقيقه يعني. فلابد الحقيقه ان يبقى في جلسه مع اوساريو، المساعدين المصريين اللي معاه يتكلموا معاه، ومفيش حاجه اسمها انه رايك من دماغك لوحدك، لانه اثبتت التجربه ال5 6 ماتشات اللي انت لعبتهم يا اوساريو. الزمالك كان اداؤه افضل من كده بكتير، عشان نكون واقعيين يعني، بكتير. الزمالك من ساعه ما جه اوساريو، وبرضه اقول مره ثانيه اوساريو عنده سي قوي جدا، ده راجل مدرب منتخبات مفيش شك يعني، لا نشكك في ان هو راجل عنده سي قوي عشان تبقى واضحه. لكن زي ما قلت هو عنده افكار كان بيطبقها مع منتخبات كبيره، عايز يطبق الافكار دي على تيم نادي الزمالك. لازم وانت بتحط الافكار تتناسب مع الكواليتي، مع النوعيه اللي عندك. يا فرحتي ان انت تقول احسن واحد بيسدد عندي زيزو مش عارف ايه، كل ده كلام مؤتمرات، لكن على ارض الواقع لازم توظف مظبوط، تراجع نفسك. هل زيزو يلعب في وسط الملعب ده مظبوط ولا مكانه جناح؟ هل ابراهيم نضال اللي انت كنت حاطه في القلب ده مكانه، ولا مكانه على الطرف، ولا مكانه بره خالص ويبقى في واحد تاني من الشباب مكانه؟
هل ينفع ان انت لما تنزل محمد طارق يبقى 3 من الشباب الصغيرين اللي ما عندهمش خبرات كبيره يبقى هم موجودين في منطقه قلب الدفاع اللي خلت يعني متاح ال 18 بتاعت الزمالك متاحه لكل هجمات الداخليه؟ ده سؤال مهم جدا. هل افكارك ايضا ان شيكابالا تبدا بيه من البدايه، ولا الافضل يبقى شيكابالا عندك ورقه رابحه قويه جدا تشتغل بيها اخر نص ساعه او اخر 25 دقيقه؟ دي كلها افكار لابد ان تناقش، لابد ان تناقش. هل الزمالك بيناسبه حكايه 3-4-3 ولا المفروض تلعب 3-5-2 ولا المفروض تلعب 4-3-3 ولا تلعب 4-2-3-1؟ شوف الكواليتي اللي عندك، شوف الكواليتي اللي عندك واشتغل. هذا هو الامر.